بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي قناة تايم سبورت اللي هي التردد الأرضي. تايم سبورت التردد الأرضي. أقول لك دلوقتي إزاي تجيب القناة دي على جميع الرسيفرات، على الرسيفرات اللي هي البث الأرضي الرقمي والشاشات اللي هي البث الأرضي الرقمي في كل المحافظات، وهقول لك على الترددات بتاعة القناة عشان تقدر تستقبلها في أي محافظة من محافظات مصر أنت موجود فيها. اقول لك على الترددات، تابع معايا والفيديو ده مهم. ركز معايا في كل كلمة هقولها وخلي بالك من الخطوات اللي انا هعملها وهتكلم فيها. تابع معايا. مبدئيا لازم الشاشة بتاعتك تكون فيها المدخل الار اف اللي هو ده. المدخل ده اللي هو الار اف اللي هو هيوصل فيه الاريال بتاع التلفزيون بتاع الشاشة. لازم الشاشة تكون بتدعم البث الارضي الرقمي ويكون فيها المدخل ده. تمام، يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة، لو تلفزيون قديم لو تلفزيون قديم من التلفزيونات القديمة ده مفيش خاصية البث الأرضي الرقمي. الشاشات بس اللي هي بتدعم خاصية البث الأرضي الرقمي، الشاشات. وفي بقى جميع أنواع الشاشات بتدعم، أغلبها بيدعم، يعني ال جي، سامسونج، تورنيدو، كل ده بيدعم. لكن أي تلفزيون قديم ده ما بيدعمش خاصية البث الأرضي الرقمي نهائي. في بقى الرسيفرات، اوريك برضو الرسيفر. ده الرسيفر ده رسيفر البث الارضي الرقمي. لازم يكون على الرسيفر مكتوب عليه دي في بي تي 2، اللي هي الكلمه دي دي في تي 2، دي في تي 2. ده لازم الرسيفر يكون مكتوب عليه الكلمه دي. لو الرسيفر مكتوب عليه الكلمه دي يبقى بيدعم، ويكون فيه المدخل بتاع الاريال ده اللي هو ده ده المدخل بتاع الاريال، ده اللي هيخش فيه الاريال اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. تمام، يبقى الريسيفر لازم يكون فيه المدخل ده، والشاشة تكون فيها المدخل ده زي ده بالظبط. الشاشة لو فيها المدخل ده يبقى هتدعم البث الأرضي الرقمي. ما فيهاش يبقى انسى ان هي تجيب البث الأرضي الرقمي. الريسيفر لو فيه المدخل ده يبقى هيجيب البث الأرضي الرقمي وهيجيب قناة تايم سبورت. لو ما فيهوش يبقى مش هيجيب. تمام، ده بالنسبة للريسيفر. وبالنسبة للشاشة، يبقى الشاشة يكون مكتوب عليها دي تي 2، دي تي 2. الشاشة يكون مكتوب عليها دي تي 2 وفيها المدخل اللي زي ده. والريسيفر يكون مكتوب عليه دي في بي تي 2 ويكون فيها الايه المدخل ده كده. انت بقى ايه هتستقبل قناة تايم سبورت على الترددات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. اهو انت شايف ده الجاك اهو بتاع الاريال. ده الجاك بتاع الاريال اللي هو بيخش هنا اهو بيخش هنا اهو. ده جاك الاريال اللي هو بيخش هنا اهو. لو احنا وصلناه هيخش اهو 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 كده. تمام، ده بتاع الاريال اهو، ده بيوصل بالاريال عشان تقدر تستقبل القناه. تمام، يبقى احنا كده ايه خلصنا من موضوع الريسيفر وخلصنا من موضوع الشاشه. الشاشه يكون عليها مكتوب عليها دي في دي تي 2 وفيها المدخل اللي زي ده، والريسيفر يكون فيه المدخل اللي زي ده. كده هتقدر تستقبل القناه. تمام، هنيجي بقى ايه على الترددات. هقول لك ازاي تضيف التردد على الريسيفر وتضيف التردد على الشاشه. الشرح على الريسيفر زي شرح الشاشه، كل واحد. تمام، وهسيب لك رابط في صندوق الوصف بتاع الفيديو مكتوب فيه الترددات كلها، عشان برضو ايه لو انت ما خدتش بالك من الفيديو تقدر تتابع تشوف المحافظه بتاعتك انهي محافظه، وتقدر تاخد التردد وتكتبه عندك على الشاشة أو على الريسيفر على حسب جهازك. هسيب لك الرابط في صندوق الوصف، هتخش هتقرا الموضوع هتلاقي كل الترددات مكتوبة. شوف محافظتك ايه وتنقل التردد بتاعها. بالنسبة بقى للشاشة والشرح والترددات،
هتيجي تخش على كلمة البث دي موجودة في الشاشة بتاعتك، كلمة البث دي هتدوس عليها كده. تمام اهي، وتنزل على كلمة اعدادات القناة اهي اهي، هندوس على اعدادات القنوات اهي. هنيجي نجيب كلمة الضبط اليدوي دي اهي، وادوس عليها كده، ضبط رقمي للقنوات. مالكش دعوة بقى بايه، بكلمة الضبط التناظري دي. التناظري ده كان نظام واتلغى خلاص، ما عادش منه في مصر، ما بقاش موجود في مصر. لكن اللي موجود اللي هو الرقمي، قناة تايم سبورت بتيجي على الرقمي. التناظري ده خلاص كان عليه قنوات واتشالت واتلغى النظام ده من زمان. هندوس عليها كده اوكي اهي، واجي هنا اضيف التردد اهو. طبعا التردد بتاع القناة، لو انت في القاهرة بقى، لو انت في القاهرة التردد موجود على 32 و36. تردد 32 والتردد 36. يبقى القاهرة التردد 32 والقاهرة 36. هتضيف انت بقى، هتيجي كده على كلمة 32 دي، طبعا انا ضايفه. انت هتيجي على كلمة 32 دي وتكتب الايه، التردد زي ما انت شايف كده اهو. انت بقى هنا بقى عاوز تكتب بقى التردد اللي انت عاوز تكتبه اهو. التردد بتاع بلدك هتكتبه كده اهو كذا. ماشي، يبقى القاهرة، بالنسبة للقاهرة هتكتب 32. تمام، هنكتب التردد 32 خلاص. وهيجي بعد ما تكتب التردد هتدوس عليه اوكي كده، هيجيب لك بقى ايه هنا الاشاره بقى. هنا هيجيب لك هنا الاشاره. طبعا انا هكتب بقى ايه تردد 32 تاني اهو بالنسبه للقاهره اهو اهو. 32 اهو. تمام اهو، انا كتبت التردد بتاع القاهره اهو 32. طبعا عشان انا هوصل الاريال اهو قدامك، هيجيب الاشاره قدامك دلوقتي اهو. انا بوصل الاريال اهو كده ايه، جاب الاشاره اهي اهي، جاء اشاره 100% اهي اهي. تمام اهي اهي كده كتبت انا التردد 32 وجاب الاشاره ايه، جوده الاشاره اهي 100%. تمام، والنطاق الترددي دايما بيبقى 8 ميجا هرتز. 8 ميجا هرتز. لو انت برضو هنا ايه عاوز تقلب في الترددات برضو هنا اهي، لو مش عاوز تكتب التردد برضو وتقلب هنا، دي كلها برضو ايه ترددات. تمام اهي خلاص. يبقى بالنسبه للقاهره التردد بيبقى 32. هتكتب 32 هنا، هيظهر لك ايه جوده الاشاره، وتعمل بحث. الاشاره هتبقى معاك جايه مثلا معاك 100% على حسب بقى ايه الاريا اللي انت عامله او المكان اللي انت فيه. وتعمل بحث بقى هنا، كلمه بحث اهي، هتنزل معاك اللي ايه القناه زي ما انت شفتها كده. بالنسبه لاسكندريه، بالنسبه لاسكندريه موجوده على التردد 34. موجوده على التردد 34. يبقى انا هاجي هنا واكتب ايه 34 واشوف الاشاره ايه واعمل بحث، هتنزل معاك القناه. بالنسبه وفي برضو ايه تردد تاني 27 في اسكندريه. يبقى اسكندريه التردد 34 والتردد 27. تردد 34 والتردد 27. دول بالنسبه لاسكندريه. بالنسبه بقى للبحيره التردد 38. المحله التردد 42. طنطا التردد 45 والتردد 39. كل الترددات دي انا هسيبها لك في صندوق الوصف بتاع الفيديو. هتنزل على الصندوق بتاع الوصف، هتلاقي رابط هيدخلك على
الترددات كلها، شوف انت من محافظتك ايه واكتب التردد وانقله. بس قبل ما تعمل اي حاجه لازم تكون الشاشه زي ما انا ايه فهمتك كده، وزي ما انا قلت لك ان الشاشه لازم تكون بتدعم البث الارضي الرقمي، والريسيفر لازم يكون بيدعم البث الارضي الرقمي. تمام كده خلاص. ده كان الفيديو، والترددات انا هسيبها لك في صندوق الوصف. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناه، واستنونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.